طيب السلام عليكم، شلونكم شباب؟ شلون صحتكم؟ ان شاء الله كله بخير. اعذرون عن الانقطاع والتاخير عليكم، بس سؤال دائما انسأله يعني بكثره، شلون احافظ على الحمام؟ عندي الحمام مالتي شلون احافظ عليه؟ تشوفون حبايب هسه الحمام كله دا يضرب بسيم يريد ياكل. حبايب قلبي، الحمام من تريد تحافظ عليه، يعني اليوم انا عندي حمام مثلا عزيز علي، شايفين الواهس شلون يصير لك واهس بتقول خلنا نذب له اكل زايد، عمود لا يبقى جوعان، خاف يضعف، خاف يتمرض، خاف يمرض. ترى يعني من راح تذب له اكل زايد راح تضره ما تنفعه. خلي ببالك كثر انت تقول انا ببالك بينك وبين نفسك انا محافظ عليه، بس انت ما محافظ عليه. انت من راح تذب له اكل زايد راح تضره للحيوان. هذا السؤال اللي هو احنا دا نسأله، هاي اجابته. الاجابة شلون انا حافظ عليه؟ حبايب دائما الحمام مالتك من تريد تحافظ عليه خلي بيه شوية لك عالجوع، يعني مو اجيب اكل واخلي الاكل 24 ساعة جواه وعينه مشبعة بالاكل وتكرموني يوسخ بيه وما ياكل حتى يصير عنده ملل وينضرب الطير. فهو اللي من يقول لك بيت الداء هي المعدة، فبيت الداء للحمام هي الحوصلة مالته. انت من تجيبه و24 ساعة شبعان راح يصير عنده ملل، راح الطير يقوم يوسخ عليه، امعاءه تنضرب بكثرة الاكل الزايد، يقوم حتى ما يصير له وهس بالاكل والزاق. فدائما اللي انصحكم به تخلون الطيور يعني تعطيها، تسوي لك مقياس بينك وبين نفسك، فد مقياس تمشي عليه، يعني نظام غذائي. اليوم مثلا هاي الخانة عندها افراخ، اعطيها هالقد قياس، كون ثاني يوم اصعد القى لي حبايتين 3 بالمعلب بس، ما القى هواي. من القى هواي يعني اكو مشكلة. شوف هسه خلنا اراويكم ابسط مثال. اذن من البارحة هيك وقت منطيهن جيت اليوم، شوف حبايتين 3، هاي اللغ هاي وقع بريشه، شوف ايش قد. كنا احسب حساب ثاني يوم ما صعد القى المعلب متروسه كل. هذني هسه مستحقات. هيك هاي الحاله تحافظ على الطيور تقوم تزق، صحتها تصير تمام. كل علاج لا تعطيها، بس حافظ على نظامها الغذائي وخطيتك برقبتي. فاللي تسألوني شلون نحافظ على حمامي، حافظ على حمامك بطريقة النظام الغذائي مالتها. دائما لا تخلي الحمام شبعان. شوف خلي الحمام ثاني يوم كنت تصعد له تلقى حبايتين 3 بالمعلف، من تشوفه هواية وتجي تعطيه فوقها راح اكو نوعيات مال علف يقوم ما ياكلها، شوية شوية يقوم حتى ما له وهس للاكل لحد ما ينصاب الحمام. فانت بدل ما تعطي علاجات وتتعب روحك، شوف ذني ما شاء الله شلون ياكلون. دائما شايفين بينكم وبين نفسكم الطيور من تهبلها تجي تعطيها شويه اكل ومرات تنساها جوعانات، ومرات تعطيها ومرات ما تعطيها. شوفون شلون الطيور ناصحه تصير. ليش؟ لان نظامها الغذائي ما بي سموم، وهذا الاكل من يصير هواي فاض عن الحاجه بمعده الحمام يسبب سموم تروح للكبد. فهاي المغزى بطريقة المحافظة على الحمام. شوفوا هسه مو ذني عوفوا ذني، هذني نقول بالخانات. شوفوا ذني المحلولات، خلنا نطب لكم عليهم. فخير الناس من نفع الناس، ان شاء الله تفيدكم هذه المعلومة وجربوها وان شاء الله باع هاي الطيور. خلنا نراويكم المعلف مالك. شوفوا المعلف موشر، استوى موشر، يعني لحد الوقت اللي انا اصعد بيه كون القى قدر الامكان القى ماكو بيه اكل، بالزايد هيك حبات معدوده على عدد الاصابع. شوفوا ما شاء الله صحتها، لان النظام الغذائي مالتها صحي بدون لا علاجات لا شيء لا ثوم لهاي الامور. فهاي الطريقه اذا تريد تحافظ على حمامك، وان شاء الله الكل يستفاد من هاي المعلومه. شاركها وجربها واذكرها لاصدقائك
ان شاء الله تستفادون منها. لا تنسونا بالدعم حبايب، طريقكم لايك ومشاركة للمقطع واشتركوا بالصفحة، وانتظروا ان شاء الله شغلات جديدة تستفادون منها عن تجربة وليس من وحي الخيال، عن تجربة بالحمام مالتنا الخاص، وهي التجربة هسه واضحة قدامكم همينة. تحياتي اخوكم علي صبري، وانتظرونا بفيديوهات جديدة.